اللي عايز يطلع رخصة يكلمني، اديني بقوله اللي عايز يطلع رخصة سواقة يكلمني ان شاء الله باذن الله في ظرف يعني كده هتطلعها، بس مش في مصر، في ايطاليا. تصدقوا الواحد طلع بيعمل حاجات كتير هو مش حاسس بيها، والله عارفه ان انتوا مش فاهمين حاجه ولا انا كمان كنت فاهمه حاجه لحد ما شفت الكلام ده. رحاب ما شاء الله عليها خدت الباتنت، واللي بياخد الباتنت او رخصة القياده في ايطاليا لازم يبقى مستواه كويس في اللغه، لازم يبقى بيعرف يتعامل كويس مع الناس. ما شاء الله عليها امتحنت وخدت الاي 2، امتحنت في ايطاليا وخدت شهاده بالاي 2، يعني هي معاها الاي 2 يعني مستوى متوسط، وكمان هتاخد البي 1 ما شاء الله في طريقها. مساء الخير على احلى واجمل شخصيه في الوطن العربي كله. ايه يا جماعه في ايه؟ لا ما تبالغوش للدرجه دي، بل في العالم كله. والله بصوا الحمد لله، والله شكرا. انا شخص عادي يعني، بني ادم عاديه، جمالي عادي برضو، كل حاجه عادي، بس الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى سايف وشي قبول خلاكي تشوفيني كده. وكان شرف ليا والله، بقيت بتعامل مع الطلاينة بثقة جدا من أول ما اشتركت مع أحلى وأشطر وأصغر بروف في اللغة الإيطالية. انت بتقول والله كنت بنتظر وقت الكورس بفارغ الصبر. التعامل معاكي كأنك أخت، وروحك حلوة وممتازة وبتعيدي وتزيدي في المعلومة والنطق لما اللي قدامك يقولها زيك بالظبط، حد اللي قدامك ما يقولها زيك بالظبط. وعندك امانه، وكفايه انك بتحسسينا ان كلنا اخوات، وعندك امانه رهيبه وذو خلق وادب واحترام. كنت بنتظر وقت الكورس بفارغ الصبر. التعامل معاكي كانك اخت، وروحك حلوه وممتازه وبتعيدي وتزيدي في المعلومه والنطق. يا جماعه دي مش معقوله يا جماعه، ده بتحلل المحاضره بتحلل المحاضره وطريقتي في الشرح. انت لو كنتي انا ما كنتش هتكلم عن شغلي بالطريقه اللي انت بتتكلمي بيها عن شغلي. ما شاء الله مركزه جدا في كل حاجه، ده حتى بتقول